تخيل معايا كده إنك مسافر رحلة عادية جدا. الباسبور بتاعك معاك والتأشيرة تمام وكل ورقك سليم ومفيش فيه غلطة. وصلت المطار، وقفت قدام ضابط الجوازات. الضابط بص في الباسبور بتاعك وبعدين بص لها ورجع بص في الباسبور تاني وقال بهدوء غريب: البلد دي مش موجودة. قلت له باستغراب: نعم، إيه؟ قال لك البلد المكتوبة في جواز سفرك دي مش موجودة على الخريطة أساسا. أنت مش فاهم أي حاجة لأنك أنت طول عمرك عايش فيها، اتولدت فيها، اشتغلت فيها، أهلك وحياتك كلها هناك، وعندك جواز سفر في إيدك بيثبت دوت، بس الخريطة ما بتعترفش بيها وما تعرفهاش. طبعا ده مش سيناريو فيلم خيال علمي من بتوع هوليوود، ده اللي بيتقال إنه حصل فعلا في مطار طوكيو في شهر يوليو سنة 1954 مع رجل أعمال قال إنه جاي من بلد اسمها تاورد. بلد مش موجودة على أي خريطة في العالم، بلد ملهاش أي وجود. ده اللي بنعرفه في لغز حلقتنا النهارده. فعلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف. أنا أحمد الغنيمي وده ملف الرجل القادم من تاورد. فبدون أي مقدمات ما تنساش إن أنت تعمل لايك وفولو البودكاست، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. في البداية خلينا نحط نفسنا جوه المشهد. يوليو 1954 في مطار هانيادا الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو. المطار ده في الوقت ده كان من أهم وأكبر مطارات آسيا. رحلات دولية رايحة جاية، رجال أعمال، دبلوماسيين، ناس من كل حتة في العالم. في يوم عادي جدا من أيام الصيف بتوصل رحلة ونزل منها ركاب كتير، وفي طابور الجوازات وقف راجل. الوصف اللي اتنقل عنه بيقول راجل ملامحه أوروبية، هادي جدا، واثق من نفسه، لبسه شيك وغالي، وبيتكلم كذا لغة، فرنساوي وإنجليزي ولغات تانية بطلاقة كأنه لف العالم. جه دور الراجل دوت، مد الباسبور بتاعه للضابط، والضابط مسك الباسبور وبص فيه. وكان الجواز حقيقي مش مضروب ولا فيك، والورق كانت خامته صح والأختام اللي عليه مظبوطة. كل حاجة فيه من الناحية الشكلية ما تخرش المية. بس كان في حاجة واحدة بس وقفت الضابط وخليته يتنح: خانة الجنسية. خانة البلد كان مكتوب فيها تاورد، والضابط ساعتها ما عرفش ايه البلد دي ولا سمع عنها قبل كده. راح بص في السجلات بتاعته، لقى انها مش موجودة. راح جاب الخرايط وبص فيها، برضه البلد مش موجودة. راجع قواعد البيانات، مفيش بلد اسمها تاور، مش موجودة على وجه الأرض. طبعا الموضوع كبر، فاستدعوا ضباط تانيين ومسؤولين كبار من الجمارك، وجابوا خريطة كبيرة لأوروبا وفردوها قدام الراجل. الراجل ساعتها بص في الخريطة بتركيز وشاور بصباعه على منطقة بين فرنسا وأسبانيا، المنطقة اللي فيها دولة صغيرة حاليا اسمها أندورا. وقال بثقة تامة واستغراب من جهلهم: دي بلدي، بس اسمها مش أندورا زي ما انتوا كاتبين، اسمها تاورد. وزود على كلامه وقال إن تاورد دي بلد عريقة موجودة من أكتر من 1000 سنة، وإنه شخصيا عايش فيها من طفولته، وإن دي مش أول مرة يجي فيها اليابان، ده جه قبل كده كذا مرة ومفيش أي مشكلة حصلت معاه في المطار. الضباط وقفوا ومش عارفين يردوا ويقولوا إيه، والراجل كان واثق جدا، هادي، مش خايف ولا متوتر، ومفيش في وشه أي علامة من علامات إنه بيكذب أو يحور. وعلى الرغم من كده، السلطات اليابانية طبعا ما سابتوش يعدي كده، واخدوه في غرفة تحقيق مقفولة وبدأوا يسألوه. وكل سؤال كانوا بيسألوه له الإجابة كانت بتعقد الموضوع أكتر وأكتر. السؤال الأول: فين وثائقك التانية؟ الراجل طلع وثائق وإثباتات كتيرة، عنده تصاريح دخول لليابان من زيارات قديمة، وعليه أختام يابانية حقيقية 100%، معاه عملات وفلوس من دول أوروبية مختلفة، ومعاه ورق الشركة بتاعته بيثبت إن هو رجل أعمال بيجي اليابان بشكل منتظم عشان شغله. والفكرة المرعبة أكتر إن الوثائق دي كلها ما كانتش مزيفة، لأ، ده الأختام اليابانية اللي عليها كانت بتاعة السلطات فعلا. والسؤال التاني اللي سأله له: إيه هي الشركة اللي بتشتغل معاها في اليابان؟ والراجل إداهم اسم شركة يابانية معروفة بيتعامل معاها. وعلى طول المحققين رفعوا سماعة التليفون وكلموا الشركة. الشركة طلعت موجودة فعلا، وشيء جميل. بس الموظفين والمديرين هناك قالوا إن هم ما يعرفوش الراجل ده أساسا ولا عمرهم سمعوا عن اسمه. والسؤال التالت اللي سألته السلطات كان: هو إيه الفندق اللي كنت هتنزل فيه؟ والراجل قال لهم اسم الفندق، والفندق كان موجود فعلا في طوكيو. والمحققين برضو اتصلوا بيهم، وإدارة الفندق قالت إن مفيش حجز عندهم بالاسم ده خالص. يعني كان كل حاجة كانت في النص، موجودة كأماكن بس مش موجودة كأشخاص أو حجوزات. المحققين بدأوا يحتاروا، لأن الراجل نفسه طول وقت التحقيق كان هادي جدا، مش عصبي، مش خايف، مش بيزعق، كأنه بيتصرف وكأنه هو اللي متضايق ومستغرب هما بيعملوا إيه. كأنه كان شايف إنه كان مجرد خطأ إداري عبيط من عندهم والمفروض إن هما هيحلوه. بس في مرحلة معينة من التحقيق، لما المحققين حطوا الخريطة قدامه وقالوا له دي اسمها أندورا،
مفيش حاجة اسمها تاورد. الراجل للمرة الأولى بان عليه إنه بجد مش مصدق عينيه، مش رياكشن واحد اتمسك في كدبة، لأ، ده بان عليه ذهول حقيقي وصدمة، كأنه هو نفسه مش قادر يستوعب إيه اللي بيحصل في العالم ده. وساعتها السلطات اليابانية قررت إنها تحتجزه في فندق قريب من المطار لحد ما يكملوا معاه التحقيقات في تاني يوم، وشوفوا هيعملوا معاه إيه. وحطوه في أوضة في دور عالي، ووقفوا حراسة مشددة على الباب من بره. وفي الصبح المحققين فتحوا الباب، ولكن كانت الصدمة، بيلاقوا الأوضة فاضية، مفيش أثر، مفيش تفسير، مفيش أي علامة تدل هو إزاي خرج. والحراسة كانت واقفة طول الليل ما اتحركتش، الباب ما اتفتحش، الشبابيك كانت مقفولة، وفي دور عالي جدا مستحيل إن هو ينط منه. ولكن الراجل اختفى تماما، ومش بس كده، معاه اختفت كل أوراقه وكل الوثائق ومتعلقاته اللي كانت متحرزة أصلا عند الحكومة. طبعا الأمر لغاية هنا يحير عقلك، بس هنا فعلا لازم أقف وأكون صريح جدا معاك، لأن في أي بودكاست محترم بيحترم عقلك وبيتكلم عن القصة ديت، في سؤال مهم جدا لازم يتسأل: إيه المصدر الأصلي للقصة دي أساسا؟ والقصة دي بشكلها التفصيلي المرعب اللي لسه حكيهولك اتنشرت لأول مرة في كتاب اسمه The Directory of Possibilities للكاتبين كولين ويلسون وجون جرام سنة 1981. ومن بعدها القصة دي انتشرت زي النار في الهشيم في كتب الخيال العلمي وعلى منتديات النت. بس لو جيت تبحث عن أي وثيقة يابانية رسمية من سنة 1954 بتذكر الحادثة ديت، مش هتلاقي ولا تقرير رسمي من مطار هانيدا. مش موجود أساسا، مش موجود اسم الراجل الحقيقي، مجهول صورة ليه أو لباسبوره، مفيش أي شيء. وده طبعا خلى المشككين يقولوا إن القصة دي مجرد أسطورة حديثة أو urban legend اتكتبت وانتشرت من غير أي أساس موثق. وده موقف منطقي ومحترم جدا. بس استنى، أنا حاولت إن أنا أدور ورا الحكاية دي لحد آخرها، والحقيقة في الأسطورة ديت ما اتبنتش على فراغ، هي اتبنت على قصة حقيقية فعلا وحصلت في اليابان، بس اتعمل لها بهارات وتضخيم مع الوقت، بحيث إن في أواخر سنة 1959 وسنة 1960 السلطات اليابانية قبضت فعلا على نصاب محترف اسمه جون ألين كوشار زيرجوس، أو جون زيرجوس للاختصار. الراجل ده كان بيلف العالم بباسبور مزور لدولة وهمية هو اللي مألفها وعامل لها ختام، وكان كاتب الباسبور بلغة هو اللي مخترعها. وجون بيتقبض عليه في طوكيو واتحاكم واتسجن. ولما حاول انه يثبت ان بلده موجودة دخل في نوبات غضب زي الراجل بتاع تاورد بالظبط. ومع مرور السنين الناس أخدت حكاية النصاب جون زيرجس وحط عليها شوية خيال زي اختفائه من غرفة مقفولة واسم تاورد، وطلعت لنا الأسطورة المرعبة اللي عايشة لحد النهاردة. بس في نقطة تانية مثيرة للاهتمام خلت الناس تفضل مصدقة الأسطورة، كلمة تاورد، لأنك لو بحثت في جذورها اللغوية في نظريات بتقول إنها ممكن تكون مشتقة من كلمة قديمة اسمها أرض السيران. وأندورا نفسها اللي الراجل شاور عليها ليها صلة بالاسم دوت في بعض النظريات التاريخية. يعني الخلاصة الأمينة، القصة بشكلها الخيالي، الراجل اللي اختفى فجأة مش موثقة ومبنية على قضية نصب حقيقية، بس تفاصيلها اتنسجت بذكاء شديد عشان تخلي السؤال دايما مفتوح. وده اللي بيخلينا للجزء الأهم في الحلقة دي، مش هل القصة حقيقية بحذافيرها ولا لأ، بس ليه القصة دي تحديدا بتلزق في عقولنا وبنحب نصدقها. قصة الرجل من تاورد بتشتغل وتنتشر لأنها بتلمس فكرة مدفونة في دماغك، فكرة إن ممكن فعلا يكون في أكوان تانية، وده مش خيال علمي بحت بنتفرج عليه في السينما، لا، ده موضوع حقيقي بيتناقش بجدية في الفيزياء الحديثة. نظرية الأكوان المتعددة، الفكرة دي بدأت تتطور مع ميكانيكا الكم في القرن العشرين، والعلماء لاحظوا إن الجزيئات الصغيرة جدا بتتصرف بطرق غريبة، ممكن تكون في مكانين في نفس الوقت وممكن تتصرف بشكل مختلف لمجرد إن في حد بيبص عليه ويراقبها. وفي سنة 1957 فيزيائي عبقري اسمه إيفرت الثالث اقترح نظرية اسمها تفسير العوالم المتعددة. عارف إن الأمر يبان إن إحنا في عالم مارفل السينمائي، بس الفكرة ببساطة إن كان كل مرة بتحصل فيها حادثة أو قرار ليه أكتر من نتيجة ممكنة يقول لك إن الكون بينقسم، كون بتمشي فيه النتيجة الأولى وكون تاني بتمشي فيه النتيجة التانية، وده اللي بيحصل باستمرار في كل ثانية في كل مكان. يعني نظريا ممكن يكون في كون موازي في أندورا اسمها تاورد، أو ما تأسستش أصلا، أو اتحدت مع دولة تانية. والنظرية دي مش مجرد كلام هيمشي، لا، دي نظريات حقيقية موجودة من أهم وأكبر الفيزيائيين في العالم بياخدوها بجدية تامة، زي ستيفن هوكينج. بعيدا عن ستيفن هوكينج كشخص، كان من المهتمين جدا بنظريات الأكوان المتعددة وكتب فيها أبحاث. وعالم زي ماكس تيجمارك من معهد MIT بيعتبر من أبرز المدافعين عنها، لدرجة إنه قسم الأكوان المتعددة
ل4 مستويات في أبحاثه. بس وعشان أكون واضح معاك، ما فيش أي دليل تجريبي أو مادي حتى اللحظة دي يثبت إن الأكوان الموازية دي موجودة. النظرية دي صحيحة وممكنة على الورق ورياضيًا، بس لسه ما اتثبتتش علميًا. والأهم من ده كله، حتى لو افترضنا إن الأكوان الموازية ديّة حقيقية، ما فيش أي نظرية فيزيائية حاليًا بتشرح إزاي ممكن شخص ينتقل من كونه لكوننا. إحنا مجرد إن إحنا بنصدق قصص، وحتى لو صدقنا القصة، التفسير بتاع الراجل إن هو جه من كون موازي هيفضل مجرد تفسير شعبي خيالي، مش علمي أساسًا. بس السؤال بيفضل يطاردنا، لو في يوم من الأيام العلم أثبت وجود الأكوان الموازية، هل هيبقى مستحيل إن حد يكون اتنقل أساسًا بيننا بالغلط؟ وعلشان أثبت لك حاجة معينة، بعد ما قعدت أدوّر في النوع ده من الغموض، قصة تاورد مش هي الوحيدة اللي في التاريخ، لإن في حالات تانية موثّقة بدرجات مختلفة، بتحكي نفس النوع من الحيرة واللخبطة. يعني الحالة الأولى كانت قضية في فرانكفورت سنة 1851 في ألمانيا، وتحديدًا في مدينة فرانكفورت. ظهر راجل فجأة اسمه دوفار فورين. الراجل دوّة ما كانش عارف يتكلم ألماني ولا أي لغة أوروبية معروفة، ولمّا حققوا معاه ادعى إن هو جاي من قرية اسمها سكاريا، وتحديدًا من بلد اسمها لاكسيريا. الأسماء تبان عجيبة، بس فعلًا القصة دي اتسجلت في كتب الفولكلور والغرائب في القرن ال19 كواحدة من أغرب حوادث الأشخاص المجهولين. والحالة التانية، كان في راجل في المطار سنة 2013 في مطار شارل دي جول في باريس، وانتشرت تقارير صحفية كتيرة عن راجل عاش 18 سنة كاملة جوه المطار. والراجل ده كان اسمه مهران كريمي نصري، وقصته الحقيقية إن هو لاجئ إيراني فقد ورق إثبات شخصيته ووثائقه في المطار وبسبب التعقيدات القانونية ما قدرش يدخل فرنسا ولا يرجع بلده، فعاش في صالة المطار سنين. والقصة دي كانت حقيقية وموثقة 100%، وملهاش أي علاقة بكون موازي. واتعمل عنها فيلم ذا تيرمينال لتوم هانكس. بس في ناس كتير على النت خلطوا حالة الضياع بتاعته بقصة زي تاورد، وده بيوضح لنا حاجة مهمة، إن الغموض الحقيقي والغموض المتخيل أحيانا بيدخلوا في بعض، وعقلنا البشري بيعشق يحط الاتنين على بعض عشان يكمل بيهم لغز في خياله. وكان في حالة تالتة برضه، ظاهرة الديجافو، أو الأبحاث النفسية بتقول إن دي مش قصة مسافر، دي ظاهرة موثقة علميا وكلنا تقريبا مرينا بيها. الديجافو أو الإحساس الغريب إنك عشت نفس اللحظة دي من قبل كده، أو شفت المكان ده قبل كده بالظبط. بس دي طبعا ليها تفسيرات كتير عصبية ونفسية في المخ. بس المثير إن في فيزيائيين اقترحوا إن الإحساس ده ممكن يكون أساسا تداخل أو تشويش مع ذكرى لنسخة تانية منك في كون موازي. وهو مش رأي علمي سائد، بس مجرد وجوده في الأبحاث قلت إن هو لازمًا يتذكر. المهم إن القصص والحالات دي كلها، سواء كانت حقيقية أو أسطورية أو ميكس بين الاتنين، بتقول لنا حاجة واحدة، إن في شيء جوه الإنسان بيحب يصدق إن الواقع مش هو بس الكام حاجة اللي إحنا شايفينها بعينينا. وبعيدًا عن ده كله، في سؤال أعمق بكتير من قصة هل قصة تاور دي حقيقية والّا لأ؟ السؤال هو ليه القصة دي أساسًا بتلزق في عقل الإنسان وما بتتنسيش؟ وطبعًا علماء النفس اللي بيدرسوا الأساطير بيقولوا إن القصص دي ما بتنتشرش بالصدفة وتعيش كل السنين دي من الفراغ، والقصص دي بتتنشر لأنها بتعبّر عن قلق حقيقي مدفون جوه العقل الباطني الجماعي وكلام من هذا القبيل. وإن قصة تاورد بتلعب على وتر خوف قديم جوانا، خوفك إنك تصحى في يوم وتلاقي الدنيا كلها اللي أنت عارفها ومآمن لها اتغيرت، لأن الإنسان بطبعه بيخاف من التغيير. وإنك تصحى أو تلاقي البلد اللي أنت بتنتمي ليها اختفت، وإن الناس اللي المفروض عارفينك وحافظينك يبصوا لك كأنهم أول مرة يشوفوك، وإن الحياة اللي أنت عِشتها وتعبت فيها مش ماشية مع الواقع اللي حواليك. بس ده مش مجرد خيال علمي، ده خوف حقيقي موجود جوانا كلنا. فأسطورة تاورد بتحكي قصة كل إنسان حس في لحظة من اللحظات إنه مش في مكانه الصح، وده اللي بيفسر ليه القصة دي حتى لو طلعت مبنية على نصاب وما فيهاش أكوان موازية ومالتي فيرس، سبايدر مان مش هيطلع لنا دلوقتي، بس لسه بتأثر في الناس وبتقشعر جسمهم، لأنها ببساطة بتتكلم عن شعور إنساني حقيقي. فخلينا نقف هنا. الرجل من تاورد، سواء كان مسافر عبر الزمن، جاسوس، نصاب، مجرد أسطورة، ساب لنا سؤال واحد ملهوش إجابة سهلة: إيه اللي يثبت لك إن الواقع اللي أنت شايفه دلوقتي هو الواقع الحقيقي الموجود؟ جواز سفرك بيقول إنك من بلد معينة، الخريطة بتقول إن البلد دي موجودة، والناس حواليك عارفينك وبيندهوك باسمك، بس في النهاية كل ده مجرد اتفاق بشري على إن الحقيقة ديت هي الحقيقة. لو افترضنا إن في كون موازي تاني، كل حاجة هناك موجودة وماشية بمنطق وحقيقية جدا للناس اللي عايشين فيه، بس لو في حد من الكون دوت واقع هنا عندنا، هيبقى بالنسبة لنا إحنا مجرد جنون أو كذاب أو حالة مستحيلة. بس عامةً ده كان كل شيء، والسؤال اللي هاسيبه معاك وتفكر فيه، لو أنت كنت مكان الراجل ده، إيه اللي كنت هتعمله؟ لمّا تكون كل الأدلة اللي في إيدك وكل ذكرياتك اللي بتقول إنك حقيقي، والأسبوع اللي في إيدك بيثبت كلامك، بس العالم كله واقف قدامك وبيقول أنت وبلدك وتاريخك مش موجودين، ساعتها هل كنت هتصدق نفسك والّا كنت هتصدق العالم؟ بس دي كانت حلقتنا النهارده، وده كان بودكاست من الأرشيف.
والحلقة دي كانت عن الرجل من تاورد، القصة اللي واقفة على الشعرة بين الواقع والخيال، القصة اللي غالبا عمرنا ما هنعرف بيقين هل حصلت بالشكل دوت ولا لأ، وده بالظبط اللي بيخليها ما تتنسيش. فلو حلقة النهارده خلتك تفكر وتسرح بخيالك، ما تنساش ان انت تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وتعمل فولو البودكاست هنا على سبوتيفاي، وتشارك الحلقة دي مع صاحبك اللي عارف ان هو هيتجنن من المواضيع دي. ومستني اراكم تحت في التعليقات، ودي حلقة من ضمن الحلقات اللي انا هكون جوه الجيش دلوقتي وانتوا بتسمعوها، فدعواتكم ليا ان الدنيا دي تخلص على خير واشوفكم قريب، ويا رب كلكم تروحوا الجنة، واستنوني الحلقة الجاية في ملف تاني واسئلة اعمق. كان معاكم احمد الغنيمي، وخلي بالكم من نفسكم، وسلام.